محمد السحرتي بطل مصر والعرب في الجمباز الفني والمتوج ب5 ذهبيات وبرونزية في دورة الألعاب العربية 12 بالدوحة، يجري استعدادات قوية للمشاركة في الحدث الرياضي العالمي الأبرز في 2012 وهو أولمبياد لندن، والذي تأهل إليه بعد حصوله على ذهبية بطولة الأمم الإفريقية 2010. السحرتي يرى أن ذهبيات الدوحة أعطته حافزا قويا من أجل تحقيق إنجاز مشرف لمصر والعرب وإفريقيا بالأولمبياد. مش بفكر في أي حاجة من 2008 غير أن أنا نفسي أتأهل لأولمبياد لندن. الحمد لله في شهر 10 اللي فاتت أهلت. بقيت بفكر ان انا عايز اخش من احسن 24 لاعب في العالم. بقى هو ده تفكيري، ان انا بتفرج وبشوف الناس وصلت لحد فين. واحده واحده بقول يعني لو دوست على نفسي اكتر واتمرنت اكتر الميداليه مش بعيده، يعني حاجه الميداليه الذهب ان شاء الله مش بعيده. بيدي لكل حاجه حقها، دراسته متفوق فيها، تدريباته منتظم جدا وبيأدي تمريناته بقلب، متواجد على طول مع العلم ان دراسته صعبه. بمجهود شخصي يتابع السحرتي مباريات أقوى لاعبي الجمباز المشاركين في الأولمبياد القادم لقراءة المنافس جيدا والتحضير له فنيا. أزمة التوافق بين الدراسة والمعسكرات التدريبية استعدادا للأولمبياد استطاع محمد السحرتي الطالب بكلية طب الأسنان التغلب عليها بعد إصراره على الحصول على المواعيد المحددة للمعسكرات سواء الداخلية منها أو الخارجية، وإحداث حالة من التوازن بينها وبين الدراسة. بعد حصوله على خماسية ذهبية بالدوحة يستعد بطل الجمباز المصري محمد السحرتي لأولمبياد لندن وبمعنويات مرتفعة، وعينه متجهة صوب لقب مشرف لمصر والعرب بالأولمبياد. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من داخل المركز الأولمبي بالقاهرة.